عارف إيه اللي بيتنسى وسط التحاليل والأشعة وخطط العلاج؟ نفسية المريض. الناس لما بتتكلم عن أي مرض عضوي أول حاجة بتيجي في بالهم إيه العلاج، إيه المواعيد، إيه الجرعات، وإيه الأنظمة الغذائية. بس قليل جدا اللي بياخد باله من حاجة مهمة قوي، إن الجسم والنفس مش كيانين منفصلين. في ناس تحاليلها مظبوطة والأدوية ماشية عليها تمام، بس هم تعبانين من جواهم ومش قادرين يكملوا على العلاج، مش حاسين إنهم بيتحسنوا، فبيفقدوا الدافع وبيتحول المرض من عرض لحالة بيعيشوا فيها كل لحظة. وساعات الطبيب أو الصيدلي وحتى الأسرة بيشوفوا المريض مش ملتزم أو بيبالغ، لكن الحقيقة هو مش بيبالغ، هو متألم نفسيا ومتجاهل لده. النهاردة هنتكلم عن الجزء اللي مش بيتقال كفاية، إزاي النفسية بتتأثر بالمرض العضوي، وإزاي الحالة النفسية ممكن تساعد في العلاج أو تعطله بالكامل. أول ما تتشخص بمرض مزمن أنت مش بس بتاخد معلومة طبية، أنت بتفقد إحساس مهم. أنا كنت شخص سليم ودلوقتي أنا مريض. اللحظة دي بتعدي بسرعة عند بعض الناس وبتسيب أثر عند ناس تانية. في ناس بتدخل في حالة إنكار، أكيد التحاليل غلط، يمكن أرجع أعيدها في مكان تاني وتطلع كويسة. وفي ناس بتدخل في نوبة خوف، هل هعيش كده طول عمري؟ هعرف أشتغل، أتجوز، أسافر؟ ودي مراحل طبيعية، مفيش فيها ضعف ولا مبالغة. الإنسان لما بيتفاجئ بحاجة كبيرة طبيعي بيتهز، بس المشكلة لما محدش حواليه بيفهم ده، والناس بتبقى مستعجلة تقوله عديها، خليك إيجابي، في ناس أسوأ منك. والكلام ده ساعات بيكون مؤذي أكتر من ما هو مفيد. في ناس لما تسمع كلمة اهتم بنفسيتك علشان تبقى كويس تفتكر إن ده كلام معسول أو شعارات، لكن في الحقيقة ده كلام علمي تماما وموثوق بالأبحاث والدراسات. التوتر والقلق والحزن ده مش مجرد إحساس في دماغك، الجسم بيتجاوب معاهم وكأنه في حالة طوارئ مستمرة. الجهاز العصبي بيبدأ يفرز هرمونات زي الكورتيزول، وده مش معناها إنه دايما عدو، بس المشكلة إن الكورتيزول لما يفضل مرتفع لفترات طويلة إيه اللي بيحصل وقتها؟ جهازك المناعي بيضعف، والالتهابات بتزيد في الجسم، وحساسية الأنسولين بتقل، وسكرك بيعلى، وضغط الدم بيزيد، وضربات القلب بتتسارع، والهضم بيتلخبط، والنوم بيتقطع، والصداع والتعب الجسدي بيزيدوا حتى من غير سبب عضوي واضح. يعني انت لو مريض سكر او ضغط او عندك مرض مناعي مزمن وانت عايش في قلق وتوتر دائم، حتى لو بتاخد العلاج بتاعك مضبوط، حالتك ممكن تفضل غير مستقرة. وهنا بنفهم إن النفسية مش كيان منفصل عن الجسم، النفسية هي جزء من المنظومة، من صحتك نفسها، زي الكبد، زي القلب، زي أي عضو تاني. الصحة النفسية مش رفاهية، دي عامل أساسي في تحسنك أو تدهورك. فلو بتتعالج من أي مرض عضوي مش قادر تهدى أو ترتاح من جواك، ده مش ضعف، دي علامة إنك محتاج دعم حقيقي، سواء بالكلام أو بالراحة أو بالعلاج النفسي أو حتى بتغيير نمط حياتك. وفي الآخر مش بس الأدوية هي اللي بتعالج، الراحة، الطمأنينة، النوم، الهدوء، كلهم ليهم تأثير عضوي فعلي على الجسم. في مرضى كتير بيروحوا لدكاترة ويعملوا التحاليل والأشعات والفحوصات وكل حاجة تطلع سليمة، بس التعب موجود، في وجع أو في خمول أو في ضيق نفس أو في ضربات قلب سريعة، وفي الآخر بيسمع جملة مفيش حاجة، انت كويس، يمكن عندك شوية توتر. وهنا بيحصل الغلط، الناس بتفتكر ان الطبيب بيقلل من تعبهم، لكن الحقيقة في حالات كتير فعلا بيكون الجسم بيتكلم بلسان النفس. يعني لما النفسية بتتعب ممكن ييجي لك صداع مزمن، وجع في القولون، وانتفاخ وإمساك وإسهال متكرر، ألم في الصدر من غير سبب قلبي، كتمة في النفس أو نفس مش واصل لك كويس، دوخة مستمرة، نغز في القلب، أو حتى رجفة وتنميل وسخونة في الأطراف. كل دي أعراض حقيقية جدا وبنحس بيها، بس سببها مش دايما عضو تالف، ممكن يكون حمل نفسي. والمشكلة إن الناس تخاف وتدخل في دوامة فحوصات كتير وتبدأ تقلق أكتر، والقلق نفسه يزود الأعراض أكتر وتبقى حلقة مفرغة. والعلاج هنا مش إنك تتجاهل الألم، لكن إنك تفهم مصدره كويس وتبدأ تهتم بنفسك، مش بالعلاج بس، لكن براحتك وضغطك النفسي ونمط حياتك. أوقات كتير أول خطوة للراحة الجسدية مش بتبدأ من عند الدكتور ولا من الصيدلية، بتبدأ من جلسة هدوء مع نفسك،
من كلام مريح مع حد قريب منك، من نوم عميق. هنا بقى مربط الفرس، ناس كتير فاكرة إن العلاج هو دوا وتنظيم أكل وبس، بس اللي بنشوفه في الواقع إن في ناس بتبطل تاخد العلاج بتاعها مش عشان الدوا وحش، عشان هما نفسيًا تعبوا أو مش لاقيين نتيجة سريعة. التعب النفسي بيخليك تكسل تقوم تقيس الضغط أو السكر بتاعك، بيخليك تزهق من تكرار الروتين وتفتكر إن مفيش فايدة، أو تحس إنك مش بتتحسن فليه تكمل على العلاج. وعلشان كده الدعم النفسي بيبقى أوقات أهم من العلاج نفسه. أوقات كتير اللي بيحس إن جسمه تعبان وعايش في ضغط نفسي مستمر بيبقى مش عارف يبدأ منين. بس خليني أقولك حاجة، مش لازم تقلب حياتك 180 درجة علشان تتحسن. التحسن أوقات بيبدأ من تفاصيل صغيرة، ومن تكرار التفاصيل الصغيرة دي ابدأ بالخطوات اللي هنقولها دلوقتي. نام بدري ساعة واحدة عن المعتاد، حتى لو مش عارف تنام فورا جسمك هيتعود، والجسم هيصلح نفسه وقت النوم. والكورتيزول بينزل بشكل طبيعي في الليل. خد 10 دقايق في اليوم بس تمشي من غير موبايل، مش للرياضة بس علشان تخرج بره دماغك. والحركة بتساعد في تقليل التوتر وتحسين المزاج وتنشيط الأنسولين. خفف شوية من الكافيين خصوصا بعد المغرب. اتكلم مع حد ترتاح له، مش علشان يحل المشكلة بس علشان يسمعك. وابدأ لاحظ وركز كويس ايه الحاجات اللي بتتعب جسمك وايه الحاجات اللي بتهديه. ولو حاسس إنك مش قادر لوحدك اطلب المساعدة من الطبيب النفسي، وده مش ضعف، بالعكس ده أعلى درجات النضج، إنك تعترف إنك محتاج دعم وتبدأ تدور عليه في مكانه الصحيح. وفي فرق كبير بين إنك تبان قوي وإنك تكون قوي فعلا. والقوة الحقيقية إنك تحس وتفهم وتتعامل مع نفسك برحمة مش بقسوة. وفي النهاية الصحة مش علاج بس، الصحة نومك، أكلك، تفكيرك، علاقاتك مع الناس، إحساسك، وحتى صوتك الداخلي بيقولك إيه. المرض مش بس وجع في الجسم، المرض ممكن يوجعك من جوه، أو من نظرة الناس، أو من سؤال بيتكرر كل يوم، أو من خوفك تقول اللي حاسس بيه فيردوا عليك بكلمة توجعك أكتر من الوجع نفسه. لو أنت مريض فكل اللي حسيته طبيعي، ومش لازم تكون قوي طول الوقت. ولو أنت بتساعد حد مريض، سواء كنت دكتور أو صيدلي أو ممرض أو حتى حد من أهله، افتح له مساحة إن هو يتكلم ويقول اللي عنده قبل ما تديله العلاج. المريض اللي حاسس إنه متشاف ومفهوم بيلتزم أكتر وبيتحسن أسرع. وفي النهاية شارك الفيديو ده مع أي حد تعبان ومش عارف يشرح اللي جواه، واكتب لي في الكومنتات إمتى قابلت دكتور أو صيدلي بيسمعك فعلا، مش بس بيكتب لك العلاج.